بالحقيقة وما لقيت طريقة اني اتواصل معك. عرف نفسك على الجمهور اخي محمد او محمود، وعلي صوتك اذا بتريد عشان نسمعك منيح. أمثالك يا رب. وما هي رسالتك؟ تفضل هواء لك سيدي. الله يعطيك أول شيء مرحبا لك، مساء الخير لك ولجميع المتابعين، مساء النور غربا والسرور. عربا آشورا سريانا كل العالم. اهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافية أستاذ سمير، الله والله يعافيك. يكثر من أمثالك. الله يعافيك قربان. أستاذ سمير، بس ما بعرف شو بدي أحكي. يعني أنت أول شيء بس سؤال صغير، أنت لا ترد على هدول. أنت عم تحكي، أنت عم تعب حالك. نعم. يعني بدل ما تبهدل هالأوباش تحكي كلمتين نضاف نفهم عليك. هدول حيشة السامعين، حيشة جميع المتابعين، هدول ما بيفهموا والله العظيم. الحمير أحسن منهم. مداخلتي معك للبس يا أستاذ سمير، تفضل. وكيلك الله. نحن نتعامل مع جميع المكونات بلطف وبكل شيء. نحن أكراد، بس مع الأسف، مع الأسف الشديد ما حدا بيتعامل معنا. بس صار مشكلة كرد، ال... كل العالم بيجتمعوا علينا. هاي مشكلة. للاسف. ما حدا بيقبل يصير دولة كردية. نعم. خيو ما بدنا دولة كردية، بدنا فيدرالية كمان. ما بدهم طول عمرنا ينفونا. هلا شو عم بصير بعفرين؟ بده ينفونا ما راح يطلع بايدهم ديموغرافيا اخي، ما راح وجنسيا يطلع وكل بايدهم شيء. اخي محمود، ما راح يطلع بايدهم، وما أنا مضطرين نقعد نقول لهم نحن ما لنا انفصاليين ونحن ما بدنا حقوقنا. نحن بدنا حقوقنا، وانتم اذا كنتوا بالفعل تفهموا شو يعني مواطنه تفضلوا اقنعونا، غير هيك خليكم يصيروا اتراك وخليكم بعثيه، وبيحكمهم بكره بشار الرابع عشر وحافظ الخامس عشر، ونحن نضل عم نناضل. الله يعطيك ألف عافية الله أستاذ يحفظك. سمير، والله يكثر من أمثالك، اهلين الله قربان. يطول بعمرك يا رب. الله يحفظك. ألف سنة يا رب. شكرا 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 يا ابن العم، مع السلامه، مع السلامه حبيبي محمود. أخي الكردي، قلت لك أنا اليوم وبالأمس وما زلت أقول: أنت رجل صاحب كرامة، لا تتنازل عن كرامتك. أنت زلمة صاحب حق. بسوريا أنت مواطن من الدرجة الأولى، ما لك مواطن من الدرجة الثانية. هي البعثة 50 سنة عملك هي المعاملة. ارفع رأسك، لا تكون نمرود ولا تكون ظالم ولا تكون جاحد، بس قول أنا إنسان مواطن إلي الحق. بيجي العربي، بيجي الآشوري، بيجي التركماني، بيجي السرياني بيقول لك أنت كردي، بيقول له أنا كردي وصاحب الأرض، وهي اسمها كردستان سوريا اللي حصة فيها. وقت ما تقتنعوا بمشاركتي بهذا الوطن نحن بدنا ننقسم، وحقنا انه ننقسم. مع مين بدنا نعيش؟ مع جماعة البعث وهالمعارضة التعبانة هي اللي صارت عم تطبل للتركي وتطبل لنصر ولداعش؟ هذا راح افتح باب